هذا أخي يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين؟ هذه الآية ذكر فيها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ذكر فيها 9 أقوال لأهل العلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود بها أن المرأة إذا كانت في حال وقوعها في هذه الفاحشة واشتهار أمرها في ذلك، أنه لا يجوز أن يتزوجها أحد من المؤمنين العفيفين، لأنه وإن تزوجها فإنها لن تكون له لوحده، بل تقع معه في ذلك وتقع مع غيره، فهو كأنما هو أحد الزنات وليس زوجا شرعيا لها. وكذلك الرجل الذي يعني لا يتعفف عن الوقوع في الزنا عموما، فهو من قبل زواجه ومن بعد زواجه لا يزال يقع في أنواع الفواحش، فهو يقع مع امرأته الليلة، ويقع مع أخرى في الليلة التي بعدها، ويقع مع ثالثة في الليلة الأخرى، فكان وقوعه بامرأته ووطئه لها كوطئه لبقية النساء التي يعني هو يزني بهن. فحرم الله تعالى أن يزوج إلا الرجل العفيف، وحرم على المرأة أيضا أن يتزوجها إلا إذا كانت امرأة عفيفة. قال الله عز وجل: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حرم الزنا والاقتراب من أهل الزنا، حرم ذلك على المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم طبعا وحذر من هذه الفاحشة العظيمة، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهو فاحشة يعني هو أمر عظيم في تحريمه، وهو ساء سبيلا يعني ساء طريقا لمن اتخذه. وقال بعض السلف: بشر الزانية بالفقر ولو بعد حين. والإنسان إذا هتك الستر ما بينه وبين الله عز وجل فهو بلا شك على خطر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أنواعا من عذاب الناس قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت رجالا ونساء عراه في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع. قال عليه الصلاة والسلام قال: وهم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صاحوا، ثم حاولوا أن يخرجوا، فإذا وصلوا إلى فوهة هذا التنور عادوا إلى مكانهم الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل جبريل: من هؤلاء؟ فقال له جبريل في آخر الحديث: هؤلاء الزنات والزواني. فالزنا بلا شك أنه أمر عظيم، وقد قرنه الله عز وجل بالشرك وبالقتل، لما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان: قال جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فقال: لا يدعون مع الله إلها آخر الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله القتل، ولا يزنون. قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مثل ذلك.